السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا متابعين قناه راي عام، يا رب كلكم تكونوا بخير جميعا. يمكن من الاخبار الصادمه اللي الواحد قالها على القناه دي السنه دي من شهر شيرين اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، ويليها الفنانه منى شلبي اللي بكل اسف ضبطت بكميات كبيره من المواد المخدره. تعالوا ندخل في التفاصيل ونشوف ايه الحكايه. القت سلطات مطار القاهره الدولي القبض على الفنانه منى شلبي ظهر اليوم بعد عودتها من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كان بحوزتها كميات مخدرة أو مواد مخدرة. بدأت الواقعة بعد وصول الفنانة منى شلبي على طائرة مصر للطيران رحلة نيويورك. كان في تمام الساعة 12 ظهر بصالة رقم 3 بميناء القاهرة الجوي. وكانت كميات ليست بكبيرة من المواد المرجوانة، بعضها مخلوط بحلويات وآخر مرجوانة صافي. كشفت السلطات أن الكميات المضبوطة مع الفنانة منى شلبي ليست بكبيرة، وكان هدفها التعاطي وليست للإتجار. 29 كيس مرجوانة وشوكولا وحلويات محشوة مرجوانة. وكانت من الأحراز المضبوطة مع الفنانة منى شلبي تتضمن 29 كيس مرجوانة صافي، حلويات بونبوني شوكولاتة محشوة بالمرجوانة. وعند تفتيش الفنانة منى شلبي من قبل موظفي جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كميات من المواد المخدرة اللي هي المرجوانة المحظورة تداولها داخل مصر في صورة حلويات وتشغيلات أخرى. وحرر موظفي مصلحة الجمارك الذين ضبطوا الواقعة مذكرة ضد الفنانة منى شلبي وسلموها بحرز المضبوطات إلى إدارة المباحث الجنائية في المطار. طبعا بعد الاحداث دي تعالت صيحات الفنانه منى شلبي ضد موظفي الجمارك وصوتها عالي، وحصلت مشكله بعد اتهامهم لها بضبطها بمخدرات، وحاولت التاكيد لهم بان المضبوطات حلويات وليست ممنوعه. وقامت بالاتصال بعده اشخاص واخبارهم بما تعرضت له في مطار القاهره. ونقلت الفنانه منى شلبي لشرطه المطار وتم احتجازها وتحرير محضر بالمضبوطات التي كانت بحوزتها. ووصل المحامي الخاص بتاعها لحضور التحقيقات معها، ومقرر عرضها على نيابة النزهة بعد قليل. وكشفت مصادر مطلعة بأن الفنانة منى شلبي سيتم الإفراج عنها من سرايا النيابة اليوم بكفالة على ذمة التحقيقات والقضية. ويذكر أن القنب أو المرجوانة أو المعروف في مصر باسم الهيدرو في نيويورك مسموح بتداولها واستخدامها لكل منهم فوق 21 سنة، وتباع في السوبر ماركت بشكل قانوني. ومسموح تدخينها في الأماكن المصرح بها بالتدخين. بينما في مصر دخول هذه المنتجات جريمة يعاقب عليها القانون، المادة رقم 33 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من المشدد 3 سنوات حتى المشدد المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100,000 جنيه. وأكد المحامي الخاص بالفنانة منى شلبي بأنها ليست على علم ودراية بالقوانين الداخلية والخارجية، وإن الفنانة قامت بشرائها من الخارج لأنها قانونية في نيويورك، ولم تدري بأنها غير مصرح بها في مصر. والدليل بأنها وضعت الحاجات دي كلها كانت في حقيبة يدها ولم تحاول إخفائها. يذكر أن الفنانة منى شلبي كانت مرشحة لجائزة الجولدن جلوب عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة. شكرا جدا ليكم على حسن المتابعة. لو كنتوا وصلتوا معايا لآخر الفيديو أتمنى أن كنتوا تعملوا لايك وشير، ولو أول مرة بتشرفوني في القناة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.